السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل سندوتش زنجر كنتاكي حجم كبير. معايا صدر فرخة مخلي ومتبل. الفراخ دي أنا متبلها من 4 ساعات. معانا بقسماط ومعانا جبنة بريزيدون شيدر، ودي صوص الشيدر. معانا كاتشب ومايونيز، ومعانا عيش كايزر حجم كبير، معانا مستردة، ومعانا لبن وزبادي وطحينة برضو بيضة للزوم اللي عايز، يعني اللي في نفسه حاجة ياكل، وطماطم طرنشات. ويلا بينا يا قشطة نشوف هنعمل طريقة سندوتش الزنجر كنتاكي ازاي. دي طبعا صوص الجبنة الشيدر عاملها مخصوص وعندكم حلقة عليها، تمام يا شباب. ويلا بينا يا قشطة. اجمل طبق طحينة برضو اللي حلوة ويلا بينا يا قشطة نشوف هنعمل الوجبة دي ازاي. علشان نعمل الخلطة بتاعتنا الجميلة معانا علبة زبادي، معانا معلقة مستردة، معلقة صغيرة، معانا بيضة، المجادير معانا كركم وكاري وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، تمام. والكيس الخلطة ده حلو قوي من كنور، انا بجيبها جميلة. الكيس ده ب50 قرش. طبعا هنضيف الحاجات دي هنا، هنضيف الخلطة اللي هي جميلة اهي، دي سبايسي عشان الاكلة دي بتبقى سبايسي شوية ومش تكتري. ومعانا لبن، نص كوباية لبن على قد الحتتين بتوعنا. خلاص كده يا قشطة، ونبدأ نقلب ونقول بسم الله. احلى سندوتش زنجر كنتاكي، دي الخلطة بتاعته اللي انا بحب اعملها للكل، تمام. بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا لازم يكون الفراخ بتاعتك تبقى انت متبلاها. الفراخ بتاعتي هي متبلة، بسم الله ما شاء الله، متبلها بقى ايه بقى اهي. هننزلها هنا ومن هنا بسم الله على الدقيق، بسم الله ما شاء الله. ومن الدقيق على الحاجة الجميلة دي كده. ابدع يا قشطة، تكبس عليها كده اهي. يا رب تكونوا انتوا شايفين احنا بنعمل ايه. طبعا هعمل الطريقة دي لغاية ايه، طبعا هدخلها التلاجة تشمع ونشوف هنكمل نعمل ايه. كده انا عملت ظبطت هنحط بصلة بس، بسم الله ما شاء الله اهو. القطع طبعا انا حطيتها في التلاجة بعد ما عملتها. ونقول بسم الله بسم الله. مش تحاولي تكتري وانت بتقلي صدور الفراخ او البانيه، ولازم يبقى الزيت عندك كتير شويه، تمام. شايفين نعمة ربنا حلوة علينا ازاي؟ ربنا يدوم عليكم نعمة ربنا عليكم يا رب. ابقوا معنا جميل كده. نبدأ نقلب بسم الله ما شاء الله اهو.
طبعا البصلة دي انا بحب احطها، بتدي طعم بتشيل اي ريحة وبتدي طعم برضو لذيذ. ودايما مش تقلبيها كتير، هي قلبة فوق وقلبة تحت، واديها على نار هادية. الاول تبقى على نار بتعلي النار عليها، وبعد كده بتهدي النار عليها. تمام يا جميل، ابقوا معايا. اول ما بتستوي كده معايا مصفى، مش تحطيها على مناديل ورق عشان مش تطري منك. بسم الله، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله اهو. حطيها على مصفى، صفي الزيت تبقى مقرمشه معاكي اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بنسيبها بقى تصفي الميه، بتدنها مقرمشه معاكي. بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى الوجبه الثانيه. انا عامل صنفين، طبعا الفراخ دي صدر الفراخ دي انا متبلها بقالها اقل حاجه 4-5-6 ساعات. متبلها في ايه؟ متبلها ميه بصل وفلفل اسمر وشعرة ملح صغيره، ولا اكتر ولا اقل. تمام يا جميل. ابقوا معنا كده. هنبدأ نقلب اهو. بسم الله ما شاء الله. انا بشرح لكم واحدة واحدة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. حاجة ما بتستوي على نار هادية بتديكي ايه؟ نفس في الاكل، والحاجة مش بتتحرق منك ولا اي حاجة. تمام؟ ابقوا معنا يا جميل. كده هنبدأ نطلع دي برضو يا جميل. بسم الله ما شاء الله. على مصفى اهي. بسم الله ما شاء الله. وكده يا جميل عملنا البانيه اهو، اللي احنا هنعمل بيه سندوتش زنجر كنتاكي. يلا بقى عشان نحشي في الرغيف في السندوتش. يلا. وكده يا شباب عملنا سندوتش دي البانيه اللي انا عملته، وبسم الله ما شاء الله عملته. بصي سامعين بيخرفش اهو. تمام. وانا عملت بالنوع التاني. هنيجي بقى عشان نعمل السندوتش بتاعنا. معانا عيش كايزر حجم كبير. كل اللي عليا بجيب صوص الشيدر، بدهن كده الاول. متعي عيالك وجوزك ومش تبقي بخيلة. بسم الله ما شاء الله، يعني المصريين كرمة. تمام يا قشطة. بناخد الاول قطعة بسم الله ما شاء الله ونثبتها كده. بناخد بصلة، وبعدين انا عندي خس بلدي، مش جايب خس كابوتشي لان انا بحب الخس ده. ادي طماطم، وبعدين بديها قطعة لانشون فراخ ان شاء الله.
واروح مديها القطعة التانية عشان يبقى ماسك كده وجميل. بصلة جميل. قشطة. تمام كده. دي طبعا الجبنة، جبنة برمجان. معلش انا نسيت اخد كمان قطعة. اخد كمان قطعة برزدون، جبنة برزدون، واروح مديها ايه قطعة، اديها صوص الشيدر الاول عشان كله يمسك على بعضه. متع جميل. تمام. واروح مديها قطعة كمان، وبعدين اديها بصلة، وبعدين صوص جبنة ان شاء الله، طماطمايه، وبعدين معايا هنا مايونيز. المستردة دي من اجمل حاجة تاكليها، بتبقى مميزة طبعا. معانا كيس مايونيز، كيس مايونيز كده على الوش. طبعا بيبقى عندك الاكياس دي احلى من البرطمان زي ما انت عايزة. نديها واحد كاتشب، كاتشب. بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الوصفة بتاعتي تعجبكم. تمام. ونختمها في الاخر دي صوص الجبنة الشيدر اهو يا جميل. ونحط هنا بسم الله. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ تمام. يا رب تكون الكاميرا جايبة كل حاجة. بسم الله ما شاء الله. نعمل بقى السندوتش التاني وخلاص على كده. السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده عملت سندوتش زنجر كنتاكي. بسم الله ما شاء الله بكذا طبق اهو. بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون الوصفة تعجبكم. ويلا بينا يا قشطة نشوف احنا عملنا سندوتش زنجر كنتاكي دي ازاي. الحلاوة والجمال كلها اهو. بسم الله ما شاء الله. ويلا بينا يا قشطة على المطبخ عشان نشوف عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي.